ازيكم؟ كل يوم والتاني بقينا نصحى على نماذج رياضية بتسيب مصر وتهرب وتتجنس بجنسيات دول أخرى علشان يحققوا نجاحات من خلالهم. في الاسكواش حصل كده، في المصارعة، في رفع الأثقال. وللأسف الشديد الأمر بقى ملحوظ وبيتكرر كتير جدا في الفترة الأخيرة. وبدل ما نعمل تحقيق ونشوف ايه الأسباب اللي بتخلي أبطالنا والناشئين يهربوا ويتجنسوا بجنسيات دول أخرى، بقينا بيمر الأمر علينا مرور الكرام، ياخد له يوم في الإعلام ومفيش بحث للأسباب الحقيقية. فساد المنظومة الرياضية بيستدعي التركيز عليها. مصر ولادة ومليان فيها أبطال كتير بيطلعوا في ألعاب مختلفة، ولكن الأمر ده لازم نشوف سببه إيه. هل السبب القائمين على الاتحادات اللي بيهرب منها الرياضيين؟ هل الأمر بسبب ضعف المقابل المادي؟ هل الأمر بسبب عدم توافر إمكانيات التدريب ليهم؟ الواسطة والمحسوبية لازم يتركنوا بقى على جنب، علشان آن الأوان إن مصر تستعيد الريادة والمكانة الطبيعية بتاعتها في كل المحافل الدولية. يا ريت الاهتمام بالكفاءات وبالناس اللي عندهم مهارات الإدارة ورؤية واضحة للمستقبل.